بسم الله الرحمن الرحيم. جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مديرية دار سعد في محافظة عدن يوم أمس بعد صلاة الفجر. يعني بعد الصلاة مباشرة يتم اقتحام المسجد بقيادة من؟ مدير الشرطة في المديرية. هنا الكارثة عندما يكون المسؤول هو الذي يقود العصابات لاقتحام بيوت الله والاقتحام بيوت المواطنين. ولهذا نحن نسأل: هل مدير شرطة عدن خريج كلية عسكرية؟ أين تعلم؟ ولماذا اقتحم المسجد؟ من الذي دفعه لاقتحام المسجد؟ يقتحم المسجد مجموعة من الملثمين لابسين الزي الأمني، يخوف المصلين ويرهبوهم، ثم يأخذون خطيب المسجد الشيخ محمد الكازمي ويسحبوه بالقوة، وأحد الملثمين يفتح القنبلة داخل المسجد. طيب الذي داخل المسجد ما معهم سلاح ولا معهم شيء، فلماذا تفتح القنبلة؟ ولهذا نقول: أمثال هؤلاء يجب أن يحاسبوا وأن يكونوا عبرة لغيرهم. أقل شيء في العقاب أن يعزل من عمله ويسجن تأديبا له ومنعا لتوسع مثل هذه الجريمة، لكي لا تعود عدن إلى زمن إرهاب وتخويف أئمة وخطباء المساجد في زمن هاني ابن بريك. نتمنى إن شاء الله أن تعيش عدن وكل محافظة اليمن في أجواء من الأمن والسكينة والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.